ذكر عالم الآثار ألان جاردنر في كتابه إن المصريين أول من قسموا اليوم إلى 24 ساعة، يعني اليوم عند المصري القديم كان متقسم زينا ل 24 ساعة، والساعة كان اسمها ونوت. كان عندهم 12 ساعة للنهار اللي كان اسمه هيرو، و12 ساعة لليل اللي كان اسمه جرح. واليوم الكامل اللي هو فترة 24 ساعة كان بيشير له بلفظ رع بمعنى يوم. وكان اليوم عند المصري القديم بيبدأ مع الشروق، وساعات اليوم ما كانتش بتبقى ثابتة في الطول، لكن كانت بتختلف زي دلوقتي باختلاف الفصول. فبنلاقي ان ساعات النهار في فصل الشتاء أقصر من ساعات الليل، والعكس في الصيف ساعات النهار أطول من ساعات الليل. وال24 ساعة كل ساعة كان لها اسم عند المصري القديم، لكن الأسماء دي كانت بتستخدم غالبا في النصوص الدينية والفلكية، وفي النصوص العادية كانت بتكتب الساعات بالأرقام وبطريقة الأعداد الترتيبية اللي اتعلمناها سوا قبل كده. يعني يقول مثلا الساعة 10 نهارا، اللي هي لو الشروق مثلا الساعة 6 صباحا فهتبقى حوالي الساعة 4 العصر. وهيقولها باللغة المصرية القديمة ونوت محت مج نتهرو الساعة 10 نهارا، ونوت محت مج نتهرو. وناخد مثال تاني بالليل، ونوت افد نوت نتجرح، ونوت افد نوت نتجرح الساعة 4 ليلا. يعني لو مصر القديم جاي يقول لحد انا جاي لك الساعة 4 بالليل، لو قلنا ان الغروب مثلا الساعة 6 مساء، يبقى الساعة 4 ليلا دي لو كان راجل مظبوط في مواعيده هتبقى حوالي الساعة 10 ليلا. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة من قناتكم حبة ايجيبتولوجي، واللي اتعلمنا فيه سوا ساعات اليوم عند المصري القديم. وفي الفيديو اللي جاي بقى هنتعلم سوا الفصول والشهور والايام عند المصري القديم، واللي مهم نعرفهم كويس لانهم هيقابلونا باستمرار في النصوص في صيغ التاريخ، لانه كان بيكتبهم دايما وهو بيسجل تاريخ اللوحة او الحدث اللي بيكلمنا عنه. كانت معكم سالي احمد، حافظوا على اثاركم تحموا تاريخكم، بتمنى لكم هرو نافر.